Eritrean Women's Association of North America. محبر دك أنستيو إريتراويان أب سمن أمريكا. جمعية المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية. موجاد أنصار دك أنستيو زقنع عمت أب نفس وكف عمت كاب حدار إسران حمشتن كساب تحساس عسرت تذكيرو زقني جلوباوي وفرائي. إذن عسر شجشته معلتات من التطاف صوتاوي سرزلو عمت بكل ملكعته نمقوام نيملع علم دمسي يحبر كم نيرتان دك أنسيو محبر وانا كرعتنا تسمعنا أبزاه قرام قصاص زي نساتف طايزي كونون لمن أسعات ببحادي دمسن كسمعا نتبابع. تعد حملة القضاء على العنف ضد المرأة مبادرة دولية تنظم سنويا خلال الفترة من 25 من نوفمبر إلى 10 من ديسمبر، وتهدف إلى توحيد الجهود والأصوات من مختلف دول العالم لمناهضة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والقضاء عليه. وانطلاقا من مسؤوليتنا الإنسانية وانتماؤنا الوطني، نفخر بصفتنا إريتريين بمشاركة إيوانا جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا في هذه الحركة العالمية التي تجسد التزام المجتمع الدولي بنشر العدالة والمساواة وتمكين المرأة في كل مكان. The elimination of violence against women is a global campaign observed annually from November 25th to December 10th. This 16-day period of activism unites voices across the world to confront and end gender-based violence in all its forms. As Eritreans, Iwana proudly participates in this international movement. مرحبا بكم. في نهاية نوفمبر من كل عام تبدأ الأمم المتحدة في نشاطها السنوي 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة. هذا العام سيكون عن العنف الذي تتعرض له المرأة في المنصات الإلكترونية. طبعا كشعب إريتري لسنا بعيد عما يحدث في مختلف البلدان وبين مختلف الشعوب. المرأة الإريترية معرضة للعنف في المنصات، في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي كل مكان. نرى من يتلاعبون بالصور، الابتزاز الذي نراه، نرى محاولة الإسكات المستمرة التي تتعرض لها النساء الإريتريات، وهذا طبعا ممارسة ممتدة ومستمرة للممارسات الأخرى من الاضطهاد التي يمارسها كثير من أبناء الشعب الإريتري. وهذا يعني أننا كأناس ندافع عن حقوق الإنسان وندافع عن حقوق المرأة، والمرأة هي جزء أصيل من المجتمع، والمرأة هي كل المجتمع. إن لم يكن هنالك إسهام حقيقي في التحرر والنضال الإريتري للمرأة لن يكون هنالك تحرر ولا نضال، لأن في نهاية المطاف المرأة هي التي تتحمل أعباء كثير من المشاق النضالية. ولذلك محاولات الإبعاد واستخدام كل الوسائل بما في ذلك التخويف، الإرهاب، الوسائل الدينية من تقليل، حتى استخدام الدين كوسيلة لإسكات المرأة والتعرض في أراضيهن بطرق غير أخلاقية. هذا ما نراه مشاهد في الأوساط الإريترية، وعليه أقف أنا أمامكم اليوم لنقول لا لأي عنف ضد المرأة ولأي نوع من الاضطهاد ضد المرأة. لا نقول هذا لأن المرأة ضعيفة، ولكن نقوله لأن بعض الناس يظنون أنهم يمكن أن يفعلوا أفعالهم الخبيثة التي من اضطهاد وإبعاد المرأة من كل الساحات النضالية. وهذا نقول لهم أن هذا محال،
لأن هذا النضال الإريتري حمل على أكتاف النساء، النساء اللاتي خرجن في الميدان وكنا يحملن السلاح، والنساء التي كنا في البيوت يودعن أبناءهن نحو الميدان، ولكن في ذات الوقت أيضا كنا يحملن الثورة في قراهن. عندما يحصل اللجوء والنزوح، المرأة هي التي كانت تتحمل تبعاته. عندما يحصل الموت والاستشهاد، المرأة هي كانت من تتحمل تبعاته. واليوم المرأة مشاركة في نضالات الشعب الإريتري. هذه رسالة موجهة إلى كل إنسان، إلى كل رجل يمارس الاضطهاد علنا أو في الخفاء، إلى كل رجل له وجهان يمارس الاضطهاد في بيته، ولكنه يظهر كأنه مؤيد لحقوق المرأة والحق التحرري. إن الحق التحرري للمرأة الإريترية وللمرأة بصفة عامة لا ينفك عن الحق التحرري للشعب الإريتري. فلن تكون هنالك حرية لشعب إريتريا ولا ما دام ما لم يكن هنالك حرية للشعب الإريتري، للمرأة الإريترية. فالمرأة الإريترية نضالها وكفاحها وحريتها مرتبطة بطريقة جوهرية بحرية الشعب الإريتري. فإذا اعتقدنا أنه سيكون هنالك تحرر للشعب الإريتري ونضال الشعب الإريتري سيصل إلى مكان ما دون أن يكون هنالك مساحة كافية وإسهام كافي من المرأة الإريترية، فإن هذا نوع من الخيال. في هذا العام يحاول العالم أجمع أن يتحدث عن عن العنف ضد المرأة في في الأماكن، في المنصات، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي. ونحن رأينا التكرار المستمر من اضطهاد ومحاولة إسكات والتلاعب بالصور و... واستخدام واجترار الدين واجترار العادات والأخلاق بحجة إسكات المرأة وإبعادها عن كل الساحات وكل المنصات. ولذلك نجد كثير من النساء الإريتريات يقدمن على استخدام الأسماء المستعارة بدلا من أسمائهن، ولن ترى هنالك وكثيرات يحاولن عدم الظهور وعدم المشاركة خوفا مما يفعله هؤلاء المجرمون. وندائي لكل الشعب الإريتري وكل الأحرار، وخاصة الأحرار من الرجال، أن لا تعطوا لهؤلاء مساحة ومكانا بينكم. فهؤلاء ما هم إلا وحوش بشرية تحاول أن تضطهد في الخفاء وفي العلن، تحاول أن تسكت جزء كبير من الشعب الإريتري ومن الشعوب ومن البشرية، بل أكبر جزء من البشرية، لأن عدد النساء في العالم أكثر من الرجال. هذه الوحوش يجب أن تتوقف في مكانها، ويجب أن نقول لا لاضطهاد المرأة، لا للعنف ضد المرأة، ونعم للحرية الجمعية والحرية، ونعم لحرية المرأة أيا يكن مكانها. فإسهام والحرية لا ترتبط فقط بالإسهام، وإنما لأن حرية الإنسان شيء جوهري لا ينفك عنه، ولذلك وحرية المرأة كذلك. فلا للعنف ضد المرأة، نعم للحرية، ونعم لحرية المرأة. الإنسان الإريتري والمرأة الإريترية والحرية الإريترية وحرية الشعب الإريتري مرتبطة بمدى إفساحنا لمجال الحرية للمرأة الإريترية. نداء أخير: أن تكون هنالك حملات ضد هؤلاء، وأن تكون حملات هنالك توعي خاصة الشباب الذين يرون أن الاضطهاد شيء عادي، أو ربما لا يرون ذلك اضطهادا. فلا بد من وجود حملات تثقيفية ودعائية تحرر هؤلاء الشباب، و... وأيضا تخبرهم بحقوقهم وحدود حقوقهم في الساحات الإلكترونية. أخيرا، وكلمة أخيرة إلى كل المؤسسات: لا بد من أن يكون هنالك بنود حقيقية وتوجه واضح في مسألة العنف ضد المرأة والاضطهاد التي تواجهه، وأن يكون هنالك في سياساتكم التي تتعلق بالسياسة الإلكترونية أن يكون هنالك بنود واضحة في مسألة العنف ضد المرأة واضطهاد المرأة. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.